آداب الصداقة. يجب عليك متى حصل لك صديق أن تكثر مراعاته وتبالغ في تفقده، ولا تستهين باليسير من حقه عند مهم يعرض له أو حادث يحدث له. فإما في أوقات الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق والخلق الرحب، وأن تظهر له في عينيك وحركاتك وفي هشاشتك وارتياحك عند ما يزداد به في كل يوم وكل حال ثقة بمودتك وسكونا إليك، ويرى السرور فيها في جميع أعضائك التي تظهر السرور فيها إذا لقيك، فإن التحفي الشديد عند طلعة الصديق لا يخفى. ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثره ويحبه من جار أو صديق أو ولد أو تابع أو حاشية، وتثني عليهم من غير إسراف يخرج بك إلى الملق الذي يمقته عليك ويظهر له منك تكلف فيه، وإنما يتم لك ذلك إذا توخيت الصدق في كل ما تثني به عليه. والزم هذه الطريقة حتى لا يقع منك توان فيها بوجه من الوجوه وفي حال من الأحوال، فإن ذلك يجلب المحبة الخالصة ويهديك محبة الغرباء ومن لا معرفة لك به. وكما أن الحمام إذا ألف بيوتنا وأنس لمجالسنا وطاف بها يجلب لنا أشكاله وأمثاله، فكذلك حال الإنسان إذا عرفنا واختلط بنا اختلاط الراغب فينا الآنس بنا، بل يزيد على الحيوان غير الناطق بحسن الوصف وجميل الثناء ونشر المحاسن فينا الأنس بنا، بل يزيد. واعلم أن مشاركة الصديق في السراء وإن كانت واجبة فإن مشاركته في الضراء أوجب وموقوعها عنده أعظم. وانظر عند ذلك إذا أصابته نكبة أو لحقته مصيبة أو عثر به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك ومالك، وكيف يظهر له تفقدك ومراعاتك، ولا تنتظر بأن يسألك تصريحا أو تعريضا، بل اطلع على قلبه واسبق إلى ما في نفسه وشاركه في مضض ما لحقه لتخفف عنه. وإن بلغت مرتبة من الغنى فاخمس إخوتك فيها من غير امتنان ولا تطاول. وإن رأيت من بعضهم نبوا عليك أو نقصانا مما عهدت فاختلط به واجتذبه إليك، فإنك إن فت من ذلك أو دخلك شيء من الكبر والصلف عليهم انتفض حبل المودة وانتكثت قوته، ومع ذلك فلست تأمن أن يزول عنك الغنى فتستحي منه وتضطر إلى قطيعته حتى لا تنظر إليهم. ثم حافظ على هذه الشروط بالمداونة عليها لتبقى المودة على حال واحد، وليس هذا الشرط خاصا بالمودة بل هو مضطرد في كل ما يخصك، أعني مركوبك وملبوسك ومنزلك. متى لم تراعيها مراعاة متصلة فسدت وانتقضت، فإذا كانت صورة حائطك وسطوحك كذلك، ومتى غفلت أو توانيت لم تأمن تقوده وتهدمه، فكيف ترى أن تجفو من ترجوه لكل خير وتنتظر مشاركته في السراء والضراء؟ ومع ذلك فإن ضرر تلك يختص بك بمنفعة واحدة، وإما صديقك فوجوه الضرر التي تدخل عليك بجفائه وانتقاض مودته كثيرة عظيمة، ذلك أنه ينقلب عدوا وتتحول منافعه مضارا، فلا تأمن ووائله وعداوته، وينقطع رجاؤك فيما لا تجد له خلفا ولا تستفيد منه عوضا ولا يسد مسده شيء. وإذا رعيت شروطه وحافظت عليها بالمداونة أمنت جميع ذلك. ثم احذر في صديقك وإن كنت متحليا بآداب وعلم أن تبخل عليه بهما، أو يرى فيك أنك تحب الاستبداد دونه والاستئثار عليه، فليس أحد ينقص من العلم ما يأخذه غيره، بل يزكو على النفقة ويربو مع الصداقة ويزيد على الإنفاق. فإذا بخل صاحب علم بعلمه فإنما ذلك لأحوال فيه كلها قبيحة، وهي إنه أما يكون قليل البضاعة منه فيخاف أن يفنى ما عنده أو يرد عليه ما لا يعرف فيزول تشرفه عند الجهال، وإما أن يكون مكتسبا به فهو يخشى مكتسبا به فيخشى أن يضيق مكسبه به وينقص حظه منه. ثم احذر أن تنبسط بأصحابك وتحمل أحدا منهم على ذكر شيء في نفسه، ولا ترخص في عيب شيء يتصل به فضلا عن عيبه، ولا يطمئن أحد في ذلك من
أولى عن سبائك والمتصل بك لا جدا ولا هزلا، وكيف تحتمل ذلك فيك وأنت عينه وقلبه وخليفته على الناس كلهم، بل أنت هو، فإنه إن بلغه شيء مما حذرتك منه لم يشك أن ذلك كان عن رأيك وهواك، فينقلب عدوا وينفر عنك نظر الضد. ثم احذر النميمة وسماعها، وذلك أن الأشرار يدخلون بين الأخيار في صورة النصحاء فيوهمونهم نصيحة، وينقلون إليهم في عرض الأحاديث اللذيذة أخبار أصدقائهم محرفة مموهة، حتى إذا تجاسروا عليهم بالحديث المختلق يصرحون لهم بما يفسد مودتهم، لا ينزل يزيد يؤثر فيها ثم لا يزال يزيد حتى يدخل فيها المعول فيهدمه من أصله. ويضربون له الأمثال الكثيرة المشبهة بحديث الثور مع الأسد في كتاب كليلة ودمنة. ونحن نكتفي بهذا القدر من الإيماء، ولست أترك مع الإيجاز والاختصار تعظيم هذا الباب وتكريره عليه، لتعلم أن القدماء إنما ألفوا فيه كتبا وضربوا له الأمثال وأكثروا فيه من الوصايا لما وراءه من النفع العظيم على السامعين من الأخيار، ولما خافوه من الضرر الكثير على من يستهين به.